السوق مليان شركات كتيرة في مجال إضاءة تصوير الفيديو وتصوير الصور الفوتوغرافية، بس إيه رأيك لما أجيب لك النهاردة شركة موجودة في السوق المصري وشركة داخلة بقوة جدا وبأسعار تنافسية وبقيمة مقابل سعر وبجودة برضو ممتازة جدا وبتنافس بقوة 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 كل الموجودين في السوق. إيه رأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معاكم أحمد فتحي. قبل أي حاجة نصلي على النبي، والنهاردة جايين بحلقة قوية جدا 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 عن منتج منافس وشركة منافسة وشركة قوية في السوق المصري وبتنافس فعلا بقوة في القيمة مقابل السعر بالنسبة للمنافسين. زي ما انتم عارفين او اللي متابعيني على الانستجرام او اللي متابعيني على الصفحة هنا او على اليوتيوب، عارفين ان الحمد لله احنا هنا في القناة بقينا امباسادور لشركة جيمبي او جيمبي زي ما بيقولوا حسب بتنطقها ازاي. شركة رائدة في مجال صناعة معدات اضاءة تصوير الفيديو، معدات اضاءة التصوير الفوتوغرافي، فلاشات، هيدلايتس، كونتينيوس هيدلايتس للصور الفوتوغرافية، ستروبس، حاجات زي كده. وشركة صينية عملاقة في الموضوع ده بقالها سنين 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 وداخلة السوق المصري بتنافس بقالها فترة، وفعلا منتجاتهم تستحق الاقتناء. الفيديو ده سبونسرد باي جنرال برو وباي جيمبي او جيمبي. بما اننا او الحمد لله هنا في القناه بيكم وصلنا لان احنا نكون سفير شركه جيمبي في مصر او جيمبي في مصر، ان احنا نعرف الناس ايه منتجاتهم وعباره عن ايه ونتكلم عنها ونوريهم. هنبتدي النهارده بمنتج قوي قوي، وانا يعني حبيت ابدا بيه لان منافس بالنسبه للمنافس اللي زيه في السوق في السعر وفي القيمه وفي الحاجات اللي بيقدمها. فيلا بينا نبدا ونخش على طول كده نقول المنتج بتاعنا هو ايه النهارده. ده المنتج بتاعنا النهارده يا جماعه، HD 400 برو، HD 400 برو لو انت عايز تقراه كلها انجليزي. هيدلايت ببطاريه قوه 400 واط للتصوير الخارجي. هيدلايت فعلا يا جدعان جامد جدا، يعني انتوا هتتفاجئوا في العلبه دي وبالهيدلايت ده. خلينا نعمل انبوكسنج سريع كده ونشوف ايه اللي جوه العلبه دي. نفتح علبه سوا ونشوف ايه اللي جواها. يلا بينا، بسم الله. كرتونه عاديه جدا. اللي جوه الكرتونه بقى هو المفاجاه. الهيد جاي في شنطه يا جماعه. شنطه فعلا جود كواليتي، يعني مش افوره يا جدعان والله. الشنطه فعلا خامتها، يعني لو هي بتتباع لوحدها وانت عايز تشتريها الهيد لايت هتشتريها، عايز تشتريها المعدات هتشتريها. فعلا خامتها حاجه نظيفه وعليها اللوجو بتاع جيمبي او جيمبي حسب برضو النطق. شنطه فعلا يا جماعه، يعني لا شنطه جميله. سمي لو نفتح كده. اول حاجه نلاقيها في سكتنا وهكلمكم عنها كمان شويه مش دلوقتي، بطاريه الهيد. الشاحن بتاع البطاريه، حزام الشنطه عشان تعلقها في كتفك. نيجي بقى للكبير بتاع القعده بتاعتنا دي، بسم الله. الشنطه يا جماعه متبطنه من جوه وسيفتي، فيها سيفتي حديد، يعني في كده في الشنطه ماسكه نفسها مش كرتون، ده في حاجه جامده قوي جوه الشنطه، فصعب انها تتني منك او تطبق. ده الوحش بتاع النهارده يا جماعه، HD 400 برو هيدلايت بقوه 400 واط ببطاريه للتصوير الخارجي، مش بسلك فقط. انت ممكن تستعمله بسلك جوه الاستوديو، بس هو
موجه اكتر انك تستعمله اوت دور او ببطاريه. مبدئيا الانطباع الاولي انك تمسك المنتج كده، المنتج مش خفيف، لو تمسكه تحس ان هو بلاستيك كده، يعني خامته حاجه كويسه، حاجه محترمه. الهيد وزنه مش خفيف، يعني وزنه تقيل شويه. طبعا ده راجع للخامات، يعني لو خامات وحشه او خامات خفيفه هيكون الهيد خفيف. طبعا هنا الهاند اللي بتفتح بيها المكان اللي بيركب في الستاند. وهنا البطاريه بتاعت اتش دي 400 ال 4400 ملي امبير. البطاريه دي يا جماعه قويه جدا، يعني بتقعد معاك مستريح لحد 450 صوره. وفي هنا الريفليكتور اللي بيكون مع معظم الهيدات لو انت حابب تستعمله يعني بدون اي موديفايرز. وهنا دي اللمبه بتاعه الهيد، اتمنى تكون شايفينها بوضوح، وعليها برضه زي ازاز مصنفر من هنا عشان برضه يعني ديكور مع فايده ان هي تخليش الضوء هرش قوي لو حبيت تستعمله من غيره. ومن هنا بص ازاز مخرم ازاي عشان التهويه، وجوه في لمبه. نركب البطاريه ونتكلم شويه عن الهيد. طبعا البطاريه بتركب بالظهر كده، لما يسمع الكليكايه دي كده البطاريه جديدة. ده الهيد بالبطاريه. ده من الناحيه الثانيه الشاشه ال LCD الملونه خلي بالك، والزراير بتاعته وكل حاجه. نتكلم عنه شويه وبعدين نخش في مواصفاته اكتر. زي ما قلنا الهيد ده 400 واط للتصوير الخارجي، واكتر استعماله هو تصوير مثلا حاجه زي الفاشون، زي الويدنج، حاجه فيها شطر عالي HSS. الهيد ده بيغطي لك معظم ايه، بيغطي لك كل الاحتياجات اللي انت محتاجها اوت دور في هيد لايت. تمام. الهيد ده فيه موديلنج لامب او اللمبه اللي بتنور قبل ما تصور بالفلاش، اللي هي بتخليك تاخد فوكس لو الدنيا بالليل، بقوه 20 واط. هي بتشتغل في دايركت زرار على اعلى درجه ليها، لو انت عايز توطيها من جوه. مبدئيا دي الشاشه بتاعته، انا اكون واضحه لكم برده. لو دوسنا هنا كده دي الموديلنج لامب. اول ما بيشتغل جوه الهيد مروحه سامع كده عشان ما تخليهوش يسخن. بص اول ما افصلها مفيش صوت، هو بس بيشتغل مروحه عشان الموديلنج لامب ممكن تسخن الهيد، فلا مش هيخليه يسخن يا معلم. الهيد ده جواه ريسيفر، يعني ما بيحتاجش انك توصله بالتريجر زي الهيد لايت بتاعت الاستوديو، لا هو جواه اوريدي ريسيفر، فده حاجه كويسه. هيد زي ما قلنا بيقعد بحد حوالي 450 صوره. بيشتغل عن طريق تريجر الQ7 بتاع جيمبي او جيمبي. التريجر ده برضو ليه حلقه مخصوص هعمل لكم عنه ريفيو، لان التريجر فعلا ملوش منافس. يعني انا مش مستني ان حد يقول لي لا ده في حد اقوى منه، لان التريجر ده فيه كام ميزه انت لو عرفتهم انت هتعشق التريجر وهتعشق الشركه دي وتحترمها جدا، لان هم عاملين كام حاجه كده لو انت يعني كاستمر او لو انت زبون يعني مش هتخطر في بالك من كتر ما مستحيله او حاجه صعبه ان انت تلاقيها في تريجر معين. التريجر قوته بتتقاس بواحد وبالارقام العشريه، يعني من 1 لغايه 9. دي يعني مش 1 على 128 1 على 2، لا هي بتقاس بالقوه دي اللي هي 1 2 1.5 الكلام ده كله. برضو هتعود عليها لما تستعمله ان شاء الله. بيجي بالماونت بتاع البونس ماونت اللي هو بيركب عليه اي اوكتا، اي بارابوليك، اي اسماونت، اي حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تستعمله فيها او تركب هنا مكان البونس ماونت ده عادي خالص. يعني لو معاك اصلا هيد قبل كده اي حاجه معاك هتركب عليه عادي، مفيش اي مشكله، لان في هيدات بتختلف. طبعا في مدخل USB لو انت عايز تعمل تحديث، في مدخل لو انت هتعمل مثلا توصله بواسطه اللي بتشغله مع التريجر تاني بسلك، دي مالناش دعوه بيها لان مش موضوع مش هنتكلم عنها كتير. نتكلم بقى عن الحاجات المهمه قوي اللي فيه. الهيد ده زي ما قلنا HSS هاي سبيد سينك، بيشتغل معاك لحد 1 على 8000 جزء من الثانيه شطر. وخد بقى التقيله دي اللي برضو صعب تلاقيها، بيشتغل معاك لحد 1 على 19000 جزء من الثانيه شطر. انت مدرك الرقم؟ طبعا ما فيش الشطر ده او ما فيش الرقم ده في الميكانيكال شطر اللي هو في معظم كاميراتنا، اللي هو الصوت اللي هو تشيك تشيك بتاع الكاميرا ده. في حاجه ثانيه اسمها الكترونيك شطر، ده بيوصل فيه شطر لارقام عاليه زي كده. مش عايز اخوض فيها قوي عشان ما لخبطكش معايا، بس في كاميرات فيها الخاصيه دي والشطر بيعلى الحاجات دي وليه استعمال معين. بس يكفي ان احنا نتكلم ان هو بيوصل معانا شطر 1 على 8000 مستريح، اللي هو الHSS اللي بيخليك او الموجود يعني الشطر الموجود في معظم الكاميرات. مش هنعلى عن كده ان هو اكتر حاجه 1 على 8000. كمان الهيد ده فيه ميزه قويه جدا ان انت ممكن تصور لحد 20 صوره في الثانيه الواحده، والهيد ده هيفضل يضرب معاك 20 ضربه في الثانيه الواحده. انت مدرك الريسايكل تايم بتاع الهيد ده يعني غالبا نص ثانيه، يعني انت ما بتلحقش تاخد نفسك كده من الشوت للشوت لغايه ما تلاقي خلاص عمل ريسايكل، ممكن تضرب تاني مفيش مشكله. بعكس الفلاشات انت ممكن تضرب ضربه ياخد وقت ثانيه ونص، ثانيتين 3 على ما ياخد ريسايكل وياخد نفسه ويعيد يجمع الضربه اللي بعدها.
لا دي ميزه الهيد لايتس، بتكون قويه فعادي اضرب. انت ممكن تضرب بيه بقول لك لغايه 20 صوره في الثانيه لو كاميرتك بتصور 20 صوره في الثانيه اصلا. المميز برضو في الهيد ده ان في تي تي ال، في هيدات كتير بتكون مانوال فقط، لا ده في مانوال وفي تي تي ال. يعني لو انت بتصور ومش عايز تشغل لك اعدادات، بمعنى صح تي تي ال يعني الاوتوماتيك بتاع الهيد لايت او الفلاش، هو بيشوف اعداداتك ايه وبيتاقلم عليها وبيديك القوه اللي انت عايزها. برضو في ناس كتير بتشتغل تي تي ال، انا شخصيا بفضل اشتغل مانوال، بس غالبا ممكن اجرب التي تي ال مع الهيد ده. احب اوريك الضربه بتاعت الهيد ده على اعلى باور واسمعك صوت اللمبه. انا اتعميت، انا حسيت بحراره الاضاءه، واكيد انت سمعت صوتها في المايك يعني. لا بسم الله ما شاء الله، يعني الهيد ده قوي يا جدعان. طبعا في باورز اعلى عند الشركه وبرده زي منافسين، يعني هي في عندهم لسه في 600 واط اللي بعد ده، بس المتداول او المنتشر بالنسبه للناس اللي بتشتغل بيكون 400 واط. في ناس بتشتغل بال 200، في ناس بتشتغل الواط ده اكتر واط منتشر. 600 موجود، بس احنا بدانا بده عشان ده الواط المنتشر بين معظم المصورين. زي ما قلنا ده الشاحن بتاع الهيد لايت، شاحن بالادابتور بتاعه او شاحن يعني بالمحول بتاعه عشان اشتغل على طول على القناه بتاعتنا ال 220 عادي، يعني زي اي شاحن بتاع اي جهاز. الشاحن اهو شيل فيش عادي. نيجي بقى للحته اللي مش هتلاقيها برده عند اي شركه في المنافسين، عشان قلت لك هكلمك عندها في اخر الحلقه او هكلمك عندها وانا بتكلم. ايه ده بقى؟ شركه حاطالك مع الشنطه والحزام والريفليكتور الهديه، حاطالك كولر جيلز للهيد ده هديه. الكولر جيلز دي انت يعني مش محتاج انك تشتريها، حاطين لك ازرق وديفيوزر واحمر واخضر. تركب ازاي بقى يا معلم؟ تركب ازاي؟ ماجنتيك. هنا في مغناطيس اهو في الريفليكتور. انا كده ركبت كولر، لو انا عايز استعمله ريم لايت، استعمله مثلا باك لايت، عايز اشتغل بيه بحاجه ملونه ويكون في لايت تاني اساسي معايا اضاءه عاديه. معاك يا باشا 3 الوان وديفيوزر لو انت حابب تستعمله مثلا بدون موديفاير. في ناس بتشتغل بالهدات دي الاتش اس اس في النهار بدون موديفاير، فناس بتشتغل بس بمجرد ديفيوز بسيط قوي من هنا عشان ما يحرقش الصوره قوي او ما يبقاش الضوء هارش جدا، يبقى هارش بنسبه معينه. فهو يا باشا حاطط لك هنا، حاطط لك ريفليكتور ومعاه الديفيوزر ممكن تركبه عليه بكل سهوله، والكلام كله ما بياخدش ثانيه على ثانيه. انت بص زي ما انا شفت كده، انا كده ركبت خلاص يعني مفيش اي وقت. مميزات الهيد ده ايه او ايه اللي انا شايفه مميز فيه وليه تشتريه؟ اولا الواط العالي 400 واط، انه محمول انك تشيله معاك في اي مكان في شنطه، يعني انت مش محتاج تشتري له شنطه، يعني شنطه الكاميرا على ظهرك والهيد في كتفك والناحيه الثانيه ستاند، خلاص انت بقيت معاك العده بتاعتك وماشي بيها. لو انت مصور منتجات، مصور فود، مصور ويدنج، مصور سيشنز، مصور فاشن، اي مصور بيحتاج اضاءه، يعني انا ممكن اكون بصور منتجات او فود او اي حاجه تصوير اندور، هل مش هستعمله؟ لا هستعمله. هو في اتش اس اس ومع ذلك في الوضع العادي ان انا اصور بشطر عادي 1 على 200 1 على 100، مش شرط اشتغل بالاتش اس اس على طول. فانا عن نفسي ممكن استعمله اندور، خصوصا ان في الموديلنج لامب. الفلاش لما باجي اشتغل بيه ما فيهوش موديلنج، لو مظلم المكان كله او الاوضه كلها ما بشوفش انا بصور ايه اساسا، فدي ميزه تحسب له. وميزه انه يركب عليه اي موديفاير، اوكتا، بارابوليك، سوفت بوكس، اي حاجه، دي ميزه حلوه جدا. وانا مش ناسي ان ده لازم له حلقه عملي، بس انا بكتفي بس النهارده بالنظري واعرفك عن شركه جيمبي او جيمبي، او اعرفك المنتجات بتاعتهم، او اعرفك الهيد ده عباره عن ايه وبيقول ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه. بس في ان شاء الله باذن الله حلقه عملي او الدور اتش اس اس، وهنجرب ونشتغل بقى اتش اس اس صح زي الكلام ما بيقول، بباور عالي، بتريجر يدعم اتش اس اس، موديفاير لذيذ. مش عايز احرق الموضوع، احرق عنه واتكلم عنه لانه يبقى له حلقه ثانيه مخصوص ان شاء الله. فنكتفي بهذا القدر عن الكلام عن الهيد ده النظري، وخلينا في العمل ان شاء الله اللي باذن الله تكون خارجه لكم سورس وبعد الايديت وانا اللي بصورها وتشوفوني انا بصورها. والحمد لله بفضل ربنا ثم فضلكم، ان انا من غيركم القناه ما كانش هيبقى لها الرقم ده ولا كنت هوصل للي انا وصلت له. الحمد لله يعني انا مبسوط عشان انتوا وصلتوني لمكانه زي كده، فاللهم لك الحمد. وانتظروا باذن الله منتجات حلوه ومنتجات كويسه من جيمبي وتستمتعوا بيها. وفعلا فعلا مش عشان هم انا اللي بتكلم عن منتجاتهم، لا فعلا منتجات منافسه في القيمه والسعر، لان انا بحثت عن اسعار في المقابله للشركات الثانيه، لقيت في فرق سعر، في تفاوت. على فكره سيبكم اللينكات تحت في الديسكربشن اللي عايز يشتري او اللي عايز يتواصل مع الجنرال برو. في فرق سعر يخليك مثلا تشتري حاجه ثانيه جنب الهيد، فلا
في قيمه مقابل سعر. وبس كده، وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وغبت عليكم ورجعت لكم بحاجه حلوه تليق بيكم. زي ما بيقولوا نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. الحمد لله راجعين بان احنا سفير لشركه عالميه. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا. وزي ما اتعودتوا، لو استفدت مني اي معلومه يا ريت تدعي لي. عايز مني اي سؤال اكتب في الكومنتات او ابعت لي على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقيني برد عليك على طول. وسلام.